السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منا لا يعاني من كثرة الذنوب وقلة الطاعات؟ من منا لا يعاني من الهم والغم والضيق والحزن؟ من منا لا يعاني من كثرة الديون التي أرقت نومه وأثقلت كاهله؟ من منا لا يعاني من كثير من المشاكل في هذه الحياة الدنيا ويبحث عن حل جذري لها؟ إذا أردت الحل فأنصت لما سأقوله لك وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصفة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تحل كل المشاكل وتقضي كل الديون بإذن الله، لكن يجب عليك الالتزام بها والثقة الكاملة التامة بأن الله عز وجل سيفرج عنك ما أصابك بسببها، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقد صح في الحديث أن صحابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: وإن شئت فزد. قال: النصف. قال: إن شئت فزد. قال: فأجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في تفريج الهموم وتنفيس الكرب وقضاء الديون بإذن الله عز وجل، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تنالوا الخير كله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.